دلوقتي انا عايز اقول لكم على قصة. هي قصة سهلة قوي، قصة حلوة وممكن تعجبكم، فما تنسوش تعملوا لايك عشان نكمل في القصص ديت كتير. ها، فاهم ولا لا انت؟ ولا انا خاف امشي كده ما الاقيش حد. لا، انت ما عملتش لايك، ها، انت ما عملتش لايك، انا شفتك. لا، اعمل لايك. ماشي، انت برضه لسه ما عملتش. خلص ماشي، خلص. والقصة بدأت ان انا كنت قاعد عادي جدا و بتفرج شوية في العالم وبتأمل في العالم اللي ربنا خلقه. فبعد كده كنت بتأمل وازاي ربنا خلق كل ده. واو، رائع. ايه ده؟ فبعديها تفاجأت ان في كمية TNT ورايا. فقلت بعديها انا لازم اخد وضع يحميني من كل ده، لازم على طول. فبدأت على طول ببناء بيت قوي ورائع جدا. المشكلة ان البيت قعد مني كتير. المشكلة ان انا كان معايا كمية TNT ومعرفش مين اللي خد شوية مني كده وحط على طول. كده بدأت احتياطاتي في بناء البيت، وقعدت ابني فيه وابني لحد ما جاء اخر اليوم. فبعديها فضلت مكمل اليوم عادي للاخر. بعديها رحت علشان انام. فبعد كده نمت عادي جدا في امان الله. بعدها بعد ما نمت فضلت مستني اليوم لحد ما يخلص. بعد كده طلعت عشان اشوف TNT. بصيت لقيت حرفيا اكبر جبل في حياتي. فكان لازم اخش البيت احسن لي. ايه ده؟ وكان وقتها لازم اجهز عشان كل ما انا يبقى معايا TNT واشوف الاقي عدد TNT زاد. فانا جالي فكرة حلوة قوي، ان انا احط باب مراقبة واي شخص يخش اطلع له على طول، ولكن مش باي حاجة. 3 2 1 هضربه بديت، مش هيأمن عقابه خالص. هاي طبعا ده انا لازم ادمرها. هو ده الكلام، هو ده. انت شفته اللي كان واقف بره ده؟ اختفى على طول، اختفى في لمح البصر. انا مجهز له. ايه ده؟ هو ده الوحش. هوريه قبل ما يفجر العالم. ايه ده؟ توقعت حاجة اقوى بصراحة، ولكن انا عايز بس الفيديو ده يوصل لايك 1 عشان نكمل في سلسلة القنبلة، نكمل في سلسلة القنابل واللي هيحصل لما نفجر القنابل في البيت، واللي هيحصل للوحش، ومين هو الوحش اللي هو في الحقيقة متنكر زينا. ولكن انا مش عايز اقول الفكرة كلها في الحلقة دي، ولكن لايك 1 بس على الفيديو ده وهروح حالا اعمل الجزء التاني. سلام.